لو طفلك كل ما تروحوا مشوار او اي مكان عام بيرفض يدخل الحمام او بيتوتر من الفكره اصلا، اوعي تكوني فاكره ان ده دلع زياده منه. تعالى اقول لك حقيقه الموضوع. في ام كانت بتحكي لي ان ابنها اللي عنده 6 سنين كل مره يزور قرايبهم يرفض خالص انه يدخل الحمام، ويفضل ساكت ومشدود لغايه ما يرجع للبيت، واول ما يدخل من باب الشقه يجري على الحمام. ولما سالته ليه بيعمل كده، قال لها اصل الحمام هناك عندهم مش زينا، شكله يخوف. الطفل مش بيشوف الحمام زي ما احنا بنشوفه، الروايح، الاصوات، الاضاءه، حتى شكل البلاط ممكن يزعجه. ده غير ان ده موضوع مرتبط عنده بالخصوصيه والامان، ولو حس ان المكان غريب او مكشوف جسمه بيرفض حتى لو محتاج يعمل ده دلوقتي. طيب نعمل ايه؟ اول حاجه طمني الطفل قبل ما تدخلي اي مكان، اعملي جوله استكشافيه معاه للحمام من غير ضغط انه لازم يستخدمه. خدي بايديه واديله وقت واديله اختيارات. تحب تدخل انت الاول ولا بعدي؟ اسمعي منه مخاوفه واحترميها. لو حابب تتعلم تعديل سلوك وتدخل المجال كاخصائي تعديل سلوك، عملت لك كورس مجاني تقدر تتعلم منه اساسيات تعديل السلوك وبسهوله. سجل من خلال اللينك في الكومنت.